تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم رز بسمتي ابيض بالفراخ، ومعاهم بطاطسيه واحده بس هعملها طبق زي ما انتم شايفين، جميل جدا وبطريقه سهله. يلا بينا نعملها مع بعض. عندي الفرخه، عندي ورق اللورة، وعندي البصله، وعندي البهارات، وعندي الزيت، وعندي الملح. يلا بينا نبدا نعملهم مع بعض. هجيب حله واحط فيها الورق اللورة والحبهان والمستكة والبصلة مع بعض. لما يغلوا خالص ويغلوا غلي كويس هنبدأ نضيف عليهم. جبت كمان الرز اهو، غسلته وجهزته. وتنقعيه لغاية ما الفرخة كده تستوي نص سوا، ونبدأ نعمله مع بعض. خلاص كده الشوربة بتاعتي، المية بتاعتي اللي هي الشوربة بدأت تغلي. حطينا فيها معلقة ملح كمان، وهي كده غلت كويس جدا. هنبدأ بقى نحط فيها نص فرخة اللي هنعمل فيها الرز. يلا بينا نضيف فيها، نحط بقى نص فرخة، وهنسيبهم يستووا مع بعض نص سوا، لان اول ما تستوي تقعد معانا كده ربع ساعة. تعالوا بقى نعمل معانا دي بطاطسية كبيرة قطعتها مكعبات صغننة، وجبت هنا معلقة ونص صلصة، معلقة ونص صلصة بالبصل، وخرجت عليهم فص ثوم، وجبت عندي نص معلقة بهارات وملح والإدام بتاعنا. هنستخدم ونعمل دلوقتي طبق بس بطاطس ني في ني. الصلصة محطوط عليها ورقة لورا، حطيت عليها فص الثوم، حطيت عليها نص معلقة البهارات، حطيت عليها نص معلقة ملح، حطيت البطاطس. هبدأ اجيب كوباية مية سخنة واحطهم عليها، وبعدين احط عليها نص معلقة ادام واحطهم على النار. بعد ما اقلبهم تقليب كويس، قلبي قلبي كويس، وبعدين حطي الادام. نبدأ بقى نحط الادام بتاعنا. خلاص كده هتحطيها بقى على البوتاجاز لغاية ما تستوي. هتاخد معاكي ربع ساعة يطلع عندك صحن بطاطس ني في ني جميل جدا وسهل. تعالوا بصوا هنا كده معايا البطاطس بتاعتي على البوتاجاز، والفرخة اهي بدأت تستوي. هبدأ بقى اجيب الرز، هصفيه من المية وابدأ احط الرز. بعد ما تحطي الرز هتحسي ان الشوربة كتيرة جدا، هنشيل منها كبشتين. لازم الشوربة تكون اقل شوية من كده. هجيب كبشة وانقص منهم شوية كده. انا خلاص نقصتها وقلبت الفرخة على خليت وشها من فوق. هغطيهم بقى وهسيبها تستوى، والاكل كله يستوى هقدمه لكم. بسم الله ما شاء الله، اكل جميل جدا وسهل وبسيط، ما ياخدش معاكي ساعة الا ربع تكوني مخلصة الاكل بتاعك. جميل جميل جميل. الفرخة خدت ربع ساعة، حطينا الرز خلصت، البطاطس عملناها قدامكم، ودي بقية الشوربة اللي طلعت جميلة جدا وخطيرة.